توسع السيارة؟ علشان اكسب فلوس. ليش؟ ابوك وينه؟ ابي مات. حتى انا ابي مات. تدرس؟ لا. ليش؟ اصلا عمي ما رضيش يدرس هنا، يدرس عياله ونحن نقص نشتغل له. شوف حتى أنا. لو ما يقابلناش فلوس شوف كيف يعمل بإحنا عمي. عماك؟ ايوه عمي اخوي. ايش يشتغل؟ اسرق. تيجي معنا؟ لا 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 انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اسرق؟ لا. استعمل يا حمار. من امرك تنظف؟ اختك مريض ولا قال شي تسرق؟ يا ابني روح. يا عم حتى انت ما تصدق في هالفاتوره. ايش من فاتوره نسيم شيء؟ خلاص يا سمي صلي على النبي. فاتوره الحقيقه ويلي فاتوره. الفكرة يا سمير العمل اللي سويته الآن كان قاسي جدا. يا أخي لا قاسي ولا هم يحزنون. هذه الأشكال كثرت بالمساجد بالأسواق بكل مكان. إذا ما وقفناش وقفة حازمة لهم بتكون ما فيش فايدة بالدنيا ذي. طيب يا سمير تخيل بالله عليك الموقف هذا حصل لك أنت، مت ودار عليك الزمن ونفس الموقف أجا على واحد من عيالك. يا أخي فال الله ولا فالك. شوف لا تدخلناش أنا بالموضوع. متوا عيالي يا أخي. إذا سرق ما تفهمش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي ما تنساش الموعد بكرة. بس انتهى. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. الو ايوه ايش تقولي؟ الذهب من فين؟ طيب ايش وقع به؟ ايش اكتسرت ايده؟ طيب خلاص انا باقي الان خلاص مع السلامه. قاسي جدا. مكانة اليتيم في القرآن والسنة عظيمة. لقد شاء ربي جل وعلا أن ينشأ حبيبنا المصطفى يتيما، فما من أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه واعتنت به تعبدا لله وامتثالا لأمره جل وعلا وامتثالا لأمر الرحمة المهداة. أقول لا يوجد على وجه الأرض أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه كما أكرمت اليتيم أمة اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. وهذا إن دل فإنما يدل على كرامة اليتيم ومكانته.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لا حرج عليكم أن تخالطوا اليتامى. هذه مكانة اليتيم والآيات كثيرة. ولا فيقول بأبي وأمي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أبشر يا من تكفل اليتيم، هذه أعلى منزلة في الجنة، إذ أن الله جل وعلا قد جعل للمصطفى منزلة ومكانة لم يبلغها أحد سواه ولو كان من أولي العزم. والله ما سرقت يا عم، أنا ما يسرق. هذا هو اللي كلمتك عليه، هو صاحب الموقف يا أخي. لو سمحت، سرقة حق العيلة، أختي مريض زاهل. لحظة يا ابني، أنا بجيب لك لحظة.